عايزه اعرف حد فيكم عنده فكره عن الفريق اللي جاي النهارده يخدم ولادنا؟ حد سمع عن الفريق قبل كده؟ يا ريت لو حد سمع يقول عشان ننبسط بس. اشكرك. قولي لي سمعتي عن الفريق؟ انا عارفه ان هو انتوا يعني متخصصين للاطفال. تمام. مجالات كتير من نفس التربيه الجنسيه بصي تمام، جزء من ده صح. هو الفريق فريق يونيك، فريق التربيه الجنسيه والحمايه من التحرش بكنيسه ماري مرقس بشبرا. بس ده التخصص بتاعنا، ده التخصص الاساسي بتاعنا، ما بنديش حاجه تاني. متخصصين ان احنا بنعمل برامج توعويه، يعني هدفها بنعمه ربنا التربيه الجنسيه والحمايه من التحرش. وهنتناقش مع بعض ليه بنقولها كده، يعني ليه مش بنقول فريق متخصص بس للحمايه من التحرش، لا احنا فريق تربيه جنسيه بشكل اساسي، ومن خلال برنامج التربيه الجنسيه بنقدم حمايه من التحرش، وهنتكلم عن ده. الفريق يعني بنعمه ربنا هو يعني بقاله 6 سنين، متاسس هنا في الكنيسه على ايد قدس ابونا لوقا قسطنطين المتنيح، وكل البرامج بيتم مراجعتها من قبل دكاتره نفسيين ومعالجين، وكمان روحيا من نيافه الحبر الجليل الانبا انجيلوس مشرف على الفريق. وبعد قدس ابونا المشرف على الفريق حاليا راعي الفريق هو ابونا انطونيوس. ده نبذه عن الفريق. الفريق اسمه يونيك، ده اللبس بتاعنا، ده الفورم اللبس بتاعنا اللي انا لابساه ده، والشعار مكتوب على التيشيرت كلمه يونيك، معناها فريد او مفيش حد زيه، او الفز. وده علشان يكون الشعار بتاعنا انه I am unique، انا مفيش حد زيي، انا النسخه الاولى من نفسي. وده اللي فعلا ربنا خلقنا كده، ربنا خلق كل حد ليه بصمه مختلفه، ليه بصمه صوت مختلفه وبصمه ايد مختلفه، حتى الشخصيه. يعني العلوم بتثبت ان حتى لو احنا عندنا توأم هتلاقوا ان لو هما شبه بعض قوي، بصمات ايديهم مختلفه، بصمات وشهم مختلفه، حتى بصمه شخصيتهم كمان مختلفه. ده فكره فريق يونيك. طيب ايه الاخبار؟ نبدا؟ ماشي اوكي. طيب ليه بنقول الفريق فريق التربيه الجنسيه؟ فكره التربيه الجنسيه بشكل عام زي ما موجود في الورقه دي يعني بنديها لكل اولياء الامور اللي بنخدم اولادهم. ده البامفلت الاساسي اللي بنخدمه، او شكل البرنامج الاساسي للخدمه. يمكن النهارده في سن حضانه مش بنقدر نخدم كل ده. ليه؟ مش عشان ده كبير عليهم، لا، هم المفروض ان كل المواضيع اللي موجوده هنا دي احنا هنتكلم فيها مع بعض، لان مهمتنا كاباء وامهات ان احنا نخدم ده مع اولادنا، نتكلم فيه مع اولادنا، وهنتناقش هنتكلم فيه ازاي. بس لانه سن حضانه يعني ما بيقدرش يقعد وقت طويل زي سن روضه، بالرغم ان حضانه وروضه بنقوله شبه بعض، لا هم مختلفين عن بعض جدا. هم صغننين خالص، بيبقوا عايزين يتحركوا كتير، عايزين يلعبوا اكتر، مش بيعرفوا يكونوا ثابتين كده، مش بيعرفوا يكونوا بيركزوا وقت طويل. فاحنا بنراعي ده، فبنقدم هدفين بصوت النهارده. الهدف الاول هو اسمه الهويه الجنسيه. يهمنا النهارده انه الطفل يكون خارج هو عارف هو انا بوي ولا جيرل، ولد ولا بنت. مبسوطه ان ربنا خلقني ولد، مبسوطه ان ربنا خلقني بنت، عارفه ان الولاد والبنات مهمين جدا، عارفه ان ربنا خلقني زي ادم انا كولد، ربنا خلقني زي حواء انا كبنت، ربنا ما خلقش حاجه ثالثه، هو يا ولد يا بنت. ده هدف بسيط بنلعب عليه العاب، بناخد عليه عمل فني، بنقعد كده نقوم ونقعد ونجري في الفصل. كمان بناخد هدف تاني الحدود، عشان نتعلم انه مش اي حد غريب يقول لنا تعالوا ونروح وراه، اي حد بتاع السوبر ماركت بالرغم ان احنا بنسلم عليه كتير ما ينفعش يقول لي تعالي خشي عندي واقعدي عندي شويه، لا ما ينفعش يحصل ده. دي اهداف بسيطه بس بنعمل عليها العاب كتير وحركه كتير، لانه ده المناسب لسنهم، وسكتش وترنيمه وبيناسبوا نفس الاهداف. بس احنا البامفلت ده هتلاقوا فيه حاجات اكبر بكتير، يمكن دي بنخدمها في روضه، لما يخشوا روضه هنكون بنخدم المحتوى الاكبر ده. ومهمتنا لحد ما ندخل روضه ان احنا نكون في البيت عندنا وعي وفاهمين ده موجود ليه وبنعمله ليه، يعني موجود ايه اللي موجود ده، ايه اللي هنشرحه مع بعض وبنعمله ليه. عشان نخش في النقطه دي لازم كده ابدا معاكم حته قبل كل الكلام ده. لما اقول كلمه الجنس، لما الكلمه دي ترن في ودننا بيجي لنا شويه مشاعر وافكار واتجاهات ومعتقدات في ذهننا، والحقيقه كل حد بيختلف عن الاخر حسب الطريقه اللي اتربيت بيها، حسب الافكار اللي عشت فيها. ولازم انه كل حد كده بكل امانه مع نفسه يفلتر افكاره، يشوف الكلمه دي لما ترن في ودنه ايه الشعور اللي بيحسه، ايه الافكار اللي بتجيله، هل شايف الموضوع بفكر مقدس فعلا من جواه فعلا، ولا في ايشو كده معينه محتاج ان انا اظبطها.
ولو اكتشفت ان انا عندي مشكله في افكاري ناحيه الموضوع او شعوري ناحيه الموضوع ده، ايه اللي المفروض اعمله؟ المفروض ان انا اقعد اسمع كتير محاضرات ووعظات بتثبت قد ايه فكره الجنس مقدس، قد ايه الموضوع ده مقدس جدا، قد ايه الحاجات الكتير اللي موجوده في الكتاب المقدس بتقول انه اول وصيه في الكتاب المقدس ربنا قالها اكثروا واثمروا واملأوا الارض. وكتير بقى حاجات تانية، انه ربنا لما بيشبه علاقته بالكنيسه بيشبهها بعلاقه العريس والعروس، يعني قد ايه حاجه مقدسه وحاجه غاليه جدا جدا. كتير قوي لما نسمع ونقرا هنفلتر دماغنا اكتر وهنخلي ان احنا فكرنا مقدس ناحيه الموضوع ده. طب ليه بنبدا بنفسنا؟ بنبدا بنفسنا لانه التربيه الجنسيه التي تخص تربيه الجنس يعني هي تربيه نفسيه بالدرجه الاولى. فانا لو مش عندي اتجاه صحي انا كشخص كبير اب او ام ناحيه الجنس، فانا مش هعرف اربي تربيه جنسيه صحيحه. هقول كلام مجرد كلام، بس مش هعرف اوصل الفكر المقدس اللي ربنا خلقني عشانه، ومش هعرف من جوايا ادي رياكشن وتعبير وش وبادي لانجوج كده هتتقري، وشي يحمر ويصفر ويخضر واتخض واقلق واترعب واحس الكلام مش مقدس، لان انا من جوايا حاسس بكده. فمش هعرف ان انا اقدم الكلام الصح اللي بيتقال، لان انا من جوايا مش شبعان صح. فمهم ان انا افلتر فكري الاول ناحيه الفكر الجنس نفسه، قداسه الجنس نفسه. دي اول حاجه. تاني حاجه مهمه جدا انه اكون عارف كويس انه الجنس جاي مش بعد الخطيه، لانه في افكار غريبه كده بتحصل ودخلت على الكنيسه، ودي شكل من اشكال البدع الحقيقه، انه ربنا خلق الجنس بعد الخطيه. لا، مفيش الكلام ده. اول وصيه في الكتاب المقدس قبل الخطيه، اول ما ربنا خلق ادم وحواء قال الوصيه دي اثمروا واكثروا واملأوا الارض، ومفيش شكل للاثمار عند الانسان غير العلاقه الخاصه المقدسه في سر الزيجه. فبالتالي ربنا حاطط ده امر الهي من بدايه الخليقه. فبالتالي ان ربنا خلق ادم وحواء بنفس الشكل اللي ربنا خلقنا عليه دلوقتي. ربنا خلقني بشكل مقدس بكل الاعضاء المقدسه اللي انا فيها بنفس الطريقه اللي كان خالق بيها ادم وحواء. فمفيش حاجه في جسم الانسان او تخص الانسان اتخلقت بعد الخطيه، مفيش الكلام ده خالص. ده فكر لازم يكون جوانا علشان يوصل بشكل غير مباشر لاولادنا. طيب لما نيجي بقى ندخل التربيه الجنسيه، التربيه الجنسيه هي تربيه نفسيه بالدرجه الاولى. يمكن كتير قوي بيحصروا التربيه الجنسيه في فكره انه ازاي اجاوب ولادي على اسئله معينه تخص الجنس، او ازاي ان انا اشرح لهم مواضيع معينه، او ازاي ان انا اكلمهم عن جسمهم، كل المواضيع، او ازاي ان انا احميهم من التحرش. كل دي مواضيع مهمه، لكن الاساس بتاع المواضيع دي هي التربيه النفسيه. احساسي وشعوري وفكري ومعتقداتي ناحيه الجنس نفسه بشكل مقدس، هو ده اللي بيوصل بشكل غير مباشر وبيتحط تحتيه كل الكلام الحلو اللي احنا بيجيلنا تساؤلات كتير عنه. طيب لما احب اقرا عن الموضوع، لانه اكيد محاضره زي النهارده مش هتكون فيها كل حاجه، ده موضوع كبير. في كتاب جميل قوي وسهل قوي لكل اب وام موجود في مكتبه المحبه، اسمه كيف نعلم ابنائنا عن الجنس. الكتاب ده لقدس ابونا بشوي صدقي. قدس ابونا بشوي صدقي راعي كنيسه مريمينا بشبرا، هو الرائد في الكنيسه اللي احنا تلمذنا وتعلمنا على ايده من خلال كتبه كخدام وخادمات واباء وامهات ازاي نتكلم عن الموضوع ده بشكل مقدس. جايب كتب علميه ومعمدها ومقدمها بشكل روحي. كتاب اسمه كيف نعلم ابنائنا عن الجنس، في كل الافكار اللي ممكن نفكر فيها، بكل الاسئله اللي ممكن تيجي في بالنا، بكل المراحل لحد المراهقه. ده بالعكس، ده كمان بيكلمنا احنا كاباء وامهات. يعني كتاب رائع جدا اسمه كيف نعلم ابنائنا عن الجنس، كتاب لقدس ابونا بشوي صدقي وموجود في مكتبه المحبه. ليه مهم نرجع للكتب؟ لان احنا مش هنقول كل حاجه النهارده، مش هقدر اجاوب على كل حاجه النهارده، لكن النهارده جايين نحط العلامات الرئيسيه، الطريق كده اللي احنا بنمشي بيه مع اولادنا بنعمه ربنا. هنمشي فين ونروح فين ونيجي منين. كمان هنبعت لكم كورس بسيط كده موجود على النت عاملينه، ازاي نقدر نشوف فيديوهات ملخصه. في كمان حاجات بتقدمها القنوات المسيحيه، في برنامج اسمه بيت على الصخر بيجي كل جمعه الساعه 9. في حلقتين مهمين جدا لدكتور اسمها امل ويليام، اسمه الجنس مقدس. الجنس مقدس دول حلقتين مهمين لينا احنا كاباء وامهات. نعمل سيرش كده دكتور امل ويليام الجنس مقدس على اليوتيوب، هيجي لنا حلقتين مهمين لينا احنا. بعتبر الحلقتين دول بيفلتروا الافكار والذهن ويورينا ازاي الكنيسه دفعت عن القضيه دي، وازاي ان الكنيسه مش بتتفه من الجواز وبتعلي من قيمه البتوليه. مفيش الكلام ده، الاثنين واحد، هما الاثنين طريقين للسما، يا تختاري الطريق ده يا تختاري الطريق ده، بس تختاروا عن قناعه، عن صحه نفسيه، مش عن خوف
مش عن رهبه، مش عن هروب مثلا من العلاقه الزوجيه فانت بتجري على البتوليه واخدها شعار، يبقى انت كده عندك مشكله نفسيه بتلزقها في البتوليه. مفيش الكلام ده. احنا بنختار الاتجاه او بنختار الطريق اللي هنوصل بيه لربنا عن طريق قبول نفسي وراحه نفسيه. عشان كده من ضمن الابحاث اللي اتعملت على التربيه الجنسيه، الابحاث الرائعه بتسمي التربيه الجنسيه تربيه العفه. ايه ده فعلا؟ ما هي التربيه الجنسيه الصحيحه الصحيه هي اللي بتخلي عندنا العفه والطهاره اللي احنا عمالين ننادي بيها. ما هو العفه والطهاره اللي احنا عايزينها لاولادنا مش بتيجي كده فجاه كده بقى عندنا عفه وطهاره، لا، العفه والطهاره بتيجي لما يكون عندي وعي بجنسي، ووعي بكل التغيرات اللي بتحصل لي، ووعي بكل مرحله انا فيها، وازاي ان انا اقدر ادير افكاري وادير مشاعري، وبالتالي هيكون عندي عفه وايه؟ عفه وطهاره. طيب التربيه الجنسيه هدفها ايه؟ هدفها ان احنا نقبل، يعني يكون عندنا جين يقبل نفسه ويقبل الاخر. نفسي انا كنفس ككيان، مش بس الجنس كولد او بنت، نفسي ككيان والجنس الاخر. هدفنا كمان ان احنا نخلي ولادنا يكون عندهم مهارات من النقد والتفكير النقدي. يعني ايه تفكير نقدي؟ يعني ما اخدش الحاجه كما هي، ما اشوفش فيلم اقتنع بيه زي ما هو كده واقول الفيلم ده صح، لا. من ضمن الحاجات اللي محتاجين نعملها مع ولادنا ان نقوله حبيبي انت شايف المشهد ده صح، المشهد ده يليق مثلا حتى لو مشهد عادي، بس ما ينفعش يكون عادي، مش من ضمن مبادئنا، مش من ضمن التقاليد بتاعتنا. فكره انه دايما اتناقش مع ابني او بنتي في كل حاجه احنا بنشوفها كما لقوم عاده، دي حاجه اسمها النقد او التفكير النقدي. ولادنا ما يطلعوش كده. ليه؟ لان هما بيشربوا الافلام والمسلسلات والميديا، وخصوصا لما احنا بنتفرج على المسلسلات بيفرجوا عليها معانا، فبيشربوا كل الافكار بتاعتها وبشكل غير مباشر بيقتنعوا بيها. اشوف كتير اطفال بتقعد تسالنا احنا جوه الكنيسه يعني ايه طلاق، يعني ايه جواز عرفي، وهم صغيرين حبايبي. ليه؟ علشان من كتر ما تشبعوا بافكار هي مش بتاعتنا، وفي نفس الوقت هم خدوها كده مسلم بيها منين؟ من المسلسلات، فحاسين انها حاجه عاديه، حاجات بس عليها علامه استفهام عايز اطلعها وعايز ايه؟ اسال عنها. طيب ايه كمان؟ طبعا من ضمن الحاجات المهمه في التربيه الجنسيه ان انا اعمل توعيه ضد التحرش طبعا يعني، بس مش بتيجي كده، هنفهم ده النهارده. طيب ايه كمان؟ التربيه الجنسيه كمان مهمتها انه من ناحيه روحيه اني دايما اكون مؤمن، ودايما في فكري ان جسدي هو هيكل الله. حتى الكتاب المقدس قال كده انكم هيكل الله. حتى كل العناوين بتاعت المحاضرات بتاعتنا جوه الكنيسه بنقول ان جسدي زي هيكل الكنيسه، ونقعد نشاور ده هيكل الكنيسه وانا جسمي زي هيكل الكنيسه بالظبط. هو الكتاب المقدس قال كده، ودايما عيني على هيكل الكنيسه، ودايما صور لهيكل الكنيسه، وده زي ما انا ربنا خلقني على صورته وشبهه، كمان ربنا قال لي ان انا جسمي زي هيكل الكنيسه. ازاي بحافظ على الهيكل؟ ازاي الهيكل دايما نظيف؟ ازاي الهيكل دايما فيه ستر الهيكل الجميل ان بيتي ده، فانا لبسي عامل زي ستر الهيكل، لبسي مش بيغطيني عشان انا جسمي عوره. كلمه عوره دي مش بتاعتنا اصلا، جسمي مفيهوش حاجه غلط ولا حاجه عيب ولا حاجه ربنا خلقها فيها اشمئزاز. كل فتفوته في جسمي هي غاليه جدا ومقدسه جدا جدا، حتى لو في اماكن بنغطيها عشان هي خاصه جدا ومقدسه جدا، مش عشان هي فيها عيب ولا فيها شكل من اشكال الاشمئزاز. ليه؟ لان جسمي زي هيكل الكنيسه. دايما بنقول لهم كده جسمي زي هيكل الكنيسه. حتى هم بقى لو في سؤال جه في النص ولا في فكره جت في النص يقولوا لا غلط عشان جسمي زي هيكل الكنيسه. دايما هم بيردوا على بعض بالشكل ده. طيب فكره التربيه الجنسيه عشان توصل بالناحيه النفسيه اللي احنا بنتكلم عنها دي بتاخد افكار كتير. من ضمن مثلا الافكار انه او المبادئ او الحاجات اللي احنا بنتربى عليها ان الطفل من وهو صغير كده بيستلم القدوه من بابا وماما عن طريق، او الخصوصيه من بابا وماما عن طريق القدوه. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ولادنا بيتعلموا بالطريقه اللي احنا بنتعامل بيها، مش بالطريقه اللي احنا بنتكلم فيها. يعني اول ما بيتولد كده الطفل ده عامل زي الاسفنجه، بيشرب كل الحاجات اللي احنا بنعملها، بيشرب صفاتنا وطريقه التعامل وتعاملنا احنا مع بعض كبابا وماما. فمثلا لو انا دايما بقول لابني احنا بنقفل التويلت علينا ومحدش بيشوفنا، بس انا كبابا او انا كماما ما بقفلش التويلت عليا، بخش اغير هدومي كده وعادي مفيش حاجه، هو هيعمل زي ما انا بعمل، زي ما انا شايف. لو انا دايما بقول له العلاقه الخاصه مقدسه جدا، العلاقه الخاصه دي حاجه خصوصيه جدا، وننسى نقفل الباب علينا، ننسى نختار وقت خاص بينا، ننسى نختار وقت الولاد فينا يمين لانها حاجه خاصه ما بتتشافش، طبيعي مش هيوصلوا انها خاصه، طبيعي مش هيوصلوا انها مقدسه، خصوصا لو عنده افكار
يعني عالميه عن الموضوع ده غير مقدسه. فدايما ناخد في بالنا، عايزين نعلم ولادنا حاجه احنا اللي لازم نعملها الاول، مش نتكلم عنها، لا نعملها ونتكلم عنها. يقول بابا وماما دول وسيله ايضاح لينا، هم بيعملوا كده. كمان فكره انه الطفل بما انه من وهو صغير عامل زي الاسفنجه كده، فهو بيشرب كل حاجه حواليه، فبالتالي انه بنقول يعني الطفل مثلا وهو لسه بيغير البامبرز بتاعه او الحفاضه بتاعته، مهم جدا انه اغير الطفل في مكان ما فيهوش زحمه. ما ينفعش ابقى قاعده مع خالته وتيتا وعمه وجده في وسط الحفله دي وهو في تويلت تروح مغيره له بقى، لا ايه اللي هيوصل له عن جسمه؟ ان جسمه ده مباح. ايه ده لسه ما فهمش حاجه. لا هو فعلا مش بيفهم، بس بيسجل. كل الاطفال العلم اثبت بيسجلوا كل الاحداث حواليهم من عمر 1، يعني من اول ما بيجي الدنيا بيسجل كل الاحداث، بس بيترجمها على مهله بقى وبمزاجه، يترجمها زي ما هو بيترجمها. في كده قول شائع بيقول الطفل مسجل بارع ولكنه مترجم فاشل. هو مش بيترجم صح، بس بيترجم بحاجات يعني قد ان هي تخالف مبادئنا وتخالف الحاجات اللي احنا عايزين نعلمها له. علشان كده دايما بنخلي بالنا من كل التصرفات اللي احنا بنعملها، لان التصرفات دي هي اللي بتعلمه مش كلامنا. طيب ايه كمان؟ ان الطفل لما يدخل التويلت ممكن ماما بتساعده او بابا بيساعده. احنا عندنا على فكره بابا وماما واحد. اللي بيقول اصل البنت الطفله الصغيره ماما بس اللي بتساعدها وبابا لا، احنا في الكنيسه كنيستنا بتقول بابا وماما واحد. احنا لما اتجوزنا الحل علينا روح القدس، بقينا جسد واحد. فانا مثلا موجوده طبيعي، جوزي في البيت مع بنتي مثلا بيخلي باله من بنتي، عايزه حاجه عايزه التويلت، ما هو طبيعي. هي بس البنات لما بتكبر شويه بتتكسف شويه من بابا، والولد لما بيكبر شويه ممكن، بس هو بيبقى يعني ماما هي بتكون ممكن يتكسف شويه من ممكن. فاحنا بس بنراعي فكره الكسوف، لكن احنا عندنا الكنيسه بتقول لنا ايه؟ بابا وماما واحد. عشان كده اللي بيساعد الطفل بابا او ماما. طب ليه بابا او ماما؟ عشان يوصل للطفل انه اللي بيساعدني هو ايه؟ شخص واحد، مش حفله، مش كلنا داخلين التويلت. عشان كده ناخد بالنا لو ابننا في التويلت ماما جوه خلاص بابا بره، مش عشان بابا غلط او بابا جوه يبقى ماما بره. فاهمين الفكره ازاي؟ يبقى اللي بيساعدني حد واحد. احنا في حياه اولادنا اسمنا هيلبرز، مساعدين، بنساعدهم لحد وقت معين قادرين يعتمدوا على نفسهم. فبالتالي انا بساعدك او ماما بتساعدك لحد ما تكون قادر تمشي كل خطوات التويلت بشكل صح، بشكل كويس، مش محتاج مساعده. انا او بابا زي بعض. حاجه تانية مهمه انه الطفل لما حد تاني بيساعده دايما اكون بقول له، يعني مثلا يبقى مع تيتا، حبيبي انا هسيبك مع تيتا تساعدك، حتى لو صغنن خالص. فانا فاكره ان هو مش فاهم الكلام ده، بيتسجل في دماغه. انا سايباك مع خالته هي اللي هتساعدك، انا بوديك الحضانه ناني هتساعدك. فاهمين الفكره ازاي؟ طيب هنا بقى هقف وادخل في حته تانية مهمه جدا. انا بساعد بس بعلم. كون ان انا دايما اكون حريص على ان ابني او بنتي يتعلم خطوات التويلت، انا بحميه من امور كتير جدا. مش بس بحميه من التحرش، لا ده انا بخليه مستقل، يعتمد على نفسه، عنده ثقه بنفسه، عنده مسؤوليه. ايه ده كل ده عشان بعلمه طبعا من ضمن العلوم او الحاجات الايجابيه اللي بنتعلمها في علوم التربيه. بيقول كل ما الطفل يقدر يكون مستقل في التعامل مع نفسه كل ما بياخد ثقه في نفسه اكتر. للاسف احنا بننسى نعلم من كتر الضغط اللي علينا. ابقى مثلا قايمه مضغوطه، ادلق الولد في التيشيرت وفي الشورت وننزل بسرعه عشان الدنيا الريتم سريع، ممكن يقول لي سيبيني وانا مش قادره اسيب عشان الوقت. انا عارفه انه غصب عننا، بس لازم نحط ده في بالنا. كل مره بيقول لي سيبيني دي مؤشر من الطفل انه بيقول لك لو سمحت سيبني اعتمد على نفسي. بيحاول، والمحاوله دي هي اللي بتعلمه. بنعاني من المؤتمرات، بلاقي الولاد في روضه وفي حضانه مش عارفين يدخلوا رجليهم في التويلت او في البنتي او في البوكسر، مش عارفين يدخلوا رجليهم في الفانيلا، مش عارفين يعملوا ده. ونفسنا نقول لهم حبايبي المفروض تستحموا لوحدكم، المفروض تاخدوا شاور لوحدكم، الخادم والخادمه مش بديل لبابا وماما. ايه ده لازم اقول كده؟ طبعا الخادم والخادمه دول بيساعدوك في المجتمع، ابعد دايره من ابعد الدوائر اللي موجوده عندنا. ما ينفعش خليه ياخد ثقه في حد كده بشكل مباشر كده. ده انا كخادم وخادمه بديلك قدوه انك ما تثقش في حد، ما تثقش في المدرسه بسهوله، ما تثقش في المدرس بسهوله. ما بنكونش قادرين نعمل كده من كتر ما احنا لاقيين الولاد مش عارفين يعملوا حاجه. مش مثلا عارفين يعملوا خطوه وخطوه تانية، لا مش عارفين يعملوا حاجه، مش عارفين. قابلنا كمان اطفال بتقول ما هو جده بيدخل معايا التويلت. طب حبيبتي انت بتكوني مبسوطه؟ لا مش بكون مبسوطه. طب هو بيعمل ايه؟ مش عارفه.
ايه ده بيحصل؟ بيحصل. ايه ده ممكن يحصل حوادث تحرش من اقرب الناس لينا؟ للاسف بيحصل، ممكن من اي حد. كل الناس معرضه للاضطراب النفسي، عادي، كلنا مرضى، اي حد، مفيش حد منزه عن الخطا. بس عشان نقدر نحمي ولادنا احنا بس بنعلمهم وبنديهم وعي. حبيبي انت مش محتاج اصلا حد يخش معاك التويلت، انت بتعرف تعمل كل الخطوات، انت بس بتحتاج حد يقفل لك الزرار، ده لو لبستك بنطلون بزرار، انت بس بتحتاج حد يفتح لك الشطافه ويقفلها. انا منبهاه، هو عارف يعمل ايه ولسه بيتعلم ايه، ما اقولوش انت مش عارف، انت بتتعلم ايه. ونحط في بالنا ان كل حاجه الطفل بيعملها مش سهله زي ما احنا فاكرين. يعني احنا فاكرين مثلا ان دخول الطفل عادي، ما يخش يعني يخش ويخلص يعني، لكن تعالوا بقى نفكر في الخطوات، وخصوصا لاطفالنا سن حضانه ولا سن روضه، وحضانه بالاخص. بصوا بقى الخطوات، هيفتح الباب وهيدخل ويقفل الباب عليه ويقلع هدومه وهيقعد، ده ان كان بقى تويلت بره فهينضفه، يعني يرش مثلا ديتول او يرش كحول اي حاجه ويمسح بالتيشو، وبعدين يقلع هدومه ويقعد، وبعدين يشغل الشطافه، وبعدين يجيب المنديل يمسح لنفسه. بصوا كل الخطوات دي مش في ذهننا. وبعدين هيقوم يلبس، وبعدين يفتح الميه ويبقى مدرك الفرق ما بين الميه الساقعه والسخنه، وبعدين ياخد الصابونه يرغي ايده ويسيبها ويغسل ايده ويقفل، بعدين يفتح الباب ويطلع. ايه كل الخطوات دي؟ ايه ده ازاي مش في بالنا؟ هي للاسف مش في بالنا، فاكرين انها كده زي بالظبط ما تقولوا روق اوضتك. اوضه ايه العالم الكبير اللي هيروقه؟ مش فاهم حاجه اصلا يعني، روقيها انت، مش فاهم. لكن لما اقول له احنا هنمسك المخده ونحطها هنا، خطوه بسيطه. احنا هنمسك الكوفرته ونحطها كده، خطوه بسيطه. الاطفال بالنسبه لهم الاوامر اللي احنا فاكرينها سهله، هو حبيبي كده شايفني حاجه كده عملاقه كبيره جدا، مش فاهم انا بقول ايه، هو مش مدرك. عشان كده بنفتكر العيال بتعند، هما مش بيعندوا، هما مش فاهمين اصلا. فبيجي لنا مؤشر ان ده عند، بس هو مش عند، هما مش فاهمين انا بعمل ايه، مش عارفين انا بعمل، اسمها ايه، هما مش فاهمين انا بعمل ايه. علشان كده مهم جدا اكون مدركه ان كلامي ده مفهوم مع الطفل، انا فاهمه كويس انا بعمل ايه مع الطفل، انا فاهمه ان الكلمه اللي انا بقولها كلمه مفهومه، كلمه مترجمه عند ولادنا. خلاص، دي من ضمن النقط المهمه جدا، وارجوكم نركز عليها، اللي احنا بنشوفها في المؤتمرات مع ولادنا، انه الطفل مش عارف يعتمد على نفسه، ونفسنا نفهمه نقول له حبيبي المفروض تعتمد على نفسك، المفروض تستحمى لوحدك، على الاقل تاخد شاور بالمايو فتكون عارف تقلع المايو لوحدك وتلبس اللبس التاني. احنا هنخش بس نحميك بالمايو، ما بيكونش عارف يعمل، مش عارف يدخل رجله هنا ورجل هنا. ودي على فكره يقدر يعملها اولادنا في سن حضانه، بس بالتعلم. في حاجه اسمها تمارين التآزر البصري الحركي. يعني ايه التمارين دي؟ يعني عارفين في البيت مثلا لما نجيب حاجه زي، عارفين المصفى الكبيره اللي فيها اخرام كتير وشاليمو اللي بتخش فيها، لما نخلي ولادنا كده يقعدوا ويركزوا ويدخلوا كل شويه شاليمو في المصفى دي حاجه بتعلم الولد ان عينيه تتآلف مع ايده. فاهمين؟ لما نحط نقط معينه على الارض واقول له هنعمل سباق بس هنمشي على النقط دي، بس واحده واحده، السباق مش مين يوصل الاول، السباق انه هنمشي على الحاجات اللي موجوده او على الرجلين اللي موجوده، عيني بتتآلف مع رجلي. كل ده تمهيد ان عيني تتآلف مع رجلي، فتخش بقى في الشورت الناحيه دي والناحيه دي، او البنتي في الناحيه دي والناحيه دي، او البوكسر في الناحيه دي والناحيه دي. كل ده تربيه جنسيه وحمايه من التحرش وتنميه مهارات للطفل. انا بخلي الطفل يتعلم لحياته، فبالتالي بقى انا مش هكون قلقانه. كتير قوي بيفضلوا قلقانين فكره انه ربنا يحمي ولادنا التحرش ونحميهم ازاي ومش هنحميهم ازاي. احنا مش هنعرف نكتشف المتحرشين، مش هنعرف نكتشفهم. المتحرشين everywhere موجودين، لان ده مرض نفسي، فمش هعرف افهم مين بيعمل ايه، بس هعرف اعمل ايه اللي انا هعرف اعمله، اعمل ايه، احمي ابني، انا هعرف اديله التوعيه، هعرف واحده واحده اكون بتكلم معاه. عشان كده النهارده بنسميها تربيه جنسيه، مش مجرد معلومات بنقدمها، هي حوار يومي متبادل وسط حواراتنا. يا جماعه احنا المفروض بنعمه ربنا، حتى لو مش بنعمل ده نعمله من النهارده، يكون في كده حوالي 5 دقايق. احنا ممكن يطيروا ال5 دقايق دول على الواتساب، بيضيع عن 60 دقيقه على الواتساب والفيسبوك، هم 5 دقايق او 10 دقايق يوميا. ال10 دقايق ده بنسميه الكواليتي تايم، او الوقت ذو قيمه مع ولادنا. ان شاء الله نعمله على التايمر لو بنزهق، وقول الطفل ده الوقت ده هقعد مثلا مع مينا، حتى لو عندي طفلين يبقى هقعد وقت مع مينا ووقت مع مونيكا مثلا. 10 دقايق دول بتوع مينا. هعمل ايه مع مينا اللي في سن حضانه؟ هتكلم معاه، اتكلم مع مين؟ مش عايز يتكلم اصلا، اتكلم في ايه ده؟ تقول له خدت ايه النهارده؟ اقول لك ما اعرفش، شوفي خدت ايه. ما هو مش فاهم، مش عارف يقول لك، مش ذاكره، مش جايبه معاه. بس هعمل ايه؟ هلعب معاه، العب معاه استغمايه، اجري وراه 10 دقايق بتوعه. وسط اللعب بتاعنا هتلاقيه قال لك شويه حاجات من اللي حصلت النهارده. هم الاطفال بتتكلم جوه اللعب، مش بتتكلم زينا، وهم بيلعبوا تلاقوا بيطلعوا اللي جواهم.
وجوه اللعب بتاعنا ممكن نعمل سكتشات، نعمل لعبه مين هيلبس الجاكيت ده الاول، مين هيعمل مش عارفه مين هيمسك زراير كده ويحاول يدخلها في بعض، مين هيقفل السوسته دي، لا مش سوسته عندي، سوسته مثلا في جاكيت جايبينه. لعب بس فيها ايه، مهارات ايه بعلمها له وهو شايفها لعبه. جوه اللعب ده بقى بتيجي المناقشه وبيجي الحوار وبيجي فكره انه مين بيغير لي في التويلت ومين بيقرب وينفع صاحبي يخش معايا التويلت. مش مجرد محاضرات، احنا مش بندي ولادنا محاضرات، المحاضرات دي بيدلقوها، عشان كده احنا مش في الخدمه ما بنديهمش محاضره، احنا بنديهم هم هدفين عمالين نلعب معاهم في الهدفين دول ونجري ونروح ونيجي، هم هدفين. لكن العيال بتحب ايه؟ اللعب. هو كده اللعب شغل الطفل، العلم بيقول كده اللعب هو شغل الطفل. جوه اللعب ده بنعمل ايه؟ بنقدم شويه مهارات. كل ده تربيه جنسيه، حمايه من التحرش، تربيه للحياه بشكل عام. طيب في التربيه الجنسيه كمان في نقطه مهمه جدا اسمها تسميه الاماكن الخاصه جدا عند الطفل. وقبل ما اقول الحته دي تعالوا هديكم مثال كده عشان نفهم ايه القضيه دي. تعالوا نتخيل كده من ساعه ما اتولدنا احنا اهو، انا ريموندا وانتوا مع بعض، من ساعه ما اتولدنا ايدي دي اللي اسمها ايد، من ساعه ما اتولدت متغطيه بشراب، متغطيه بحاجه كفر، وكل شويه يجي لك اقول لك يا ماما ايدي، تقولي لي عيب، محدش بيشوفها، محدش بيبص عليها، ده جسمك. كل شويه اجي يا ماما اسمها ايه، شويه تقولي كوكو، شويه تقولي سوسو، شويه تقولي لولو، اي اسامي كده بتيجي في بالك تسميه المكان ده، وانا مش عارف، لا عارف اسمها ولا عارف المكان ده، مع ان كل جزء في جسمي انا عارف اسمه ايه، عارف رجلي وعينيا وبطني وظهري، وعارف ربنا خلق كل جزء في جسمي ليه، بس المكان ده مش فاهم. فاقرب فرصه هكون فيها لوحدي هعمل ايه؟ هبص عليه. ومش بس كده، اللي عنده سعي الاكتشاف عالي واهاليه مش مساعداه في البيت، بتلاقيه بيكتشف نفسه ويكتشف غيره. تعالى وريني واوريك. ودي لعبه يا حبايبي. هو بنقلق بيقولوا ايه ده الطفل ده اتعرض لحاجه، لا مش بيكون بالضروره الطفل ده اتعرض لحاجه، الطفل ده ماما مش مساعداه يكتشف يعرف اكتر عن جسمه، فبالتالي حبيبي وبتزعق له، ممكن تكون بتنتحر او بتصوت او تعمل رياكشن يخض، فهو مرعوب يعني. فانا هعمل ايه؟ انا هاخد جنب منها وافصل نفسي عنها واحاول اكتشف ده في جسمي، ومش بس جسمي، في جسم الاخر، ونشوف بطن بعض ورجل بعض، ونقلع البنطلونات من قدام بعض. هو مش قصدهم حاجه، قصدهم بص وبص نشوف، عشان سهل ان انا ابص على الاخر. طيب المفروض نعمل ايه عشان ما نوصلش للمرحله دي؟ من اساسيات التربيه الجنسيه تسميه كل جزء في جسمي باسمه الصح. يعني زي ما بنقول لاولادنا حبايبي عندنا ايدينا دي بنسلم بيها على الناس، وظيفتها الجميله بنطبطب بيها، بنصلي بيها، عينيا بشوف بيها وبشوف بيها الحاجات الحلوه واقرا فيها في الكتاب المقدس، بنشبع روحي اهو. ورجلي بروح بيها الكنيسه وبروح بيها النادي وبلعب بيها. كمان المناطق الخاصه جدا في جسمي ليها اسماء. الولد عنده القضيب والبنت عندها الفرج او المهبل، بس كلمه قضيب وفرج ومهبل كلمات ثقيله على اللسان للاطفال الصغيره، فبنديهم معلومه صح بس بالانجلش وبنسلمها زي العربي بالظبط. الولد بنقول بينس والبنت بنقول فالفا، دي معلومه صح، ده المعنى بالانجلش زي ما هو. طب ليه مهم نقول الاسماء الصح؟ اثبتت العلوم لما اقول الاسم بالشكل الغلط بعمل تشوه في التربيه، وتشوه في التربيه الجنسيه، وبخلي الطفل عرضه اكتر للتحرش بنسبه 80%. ايه ده ليه؟ لان المكان ده متدلع، طبيعي اي حد هيخش عليا دخل الدلع ويقول الاسماء دي هوافق. لكن لما اكون واخد اتجاه صحي ناحيه جسمي كله اللي من ضمنه المناطق الخاصه جدا، الولد بينس والبنت فالفا، عادي وكده غلط، وده مكان خاص ومقدس وما ينفعش حد يقرب منه، وانا عارف اسمه كويس وعارف وظيفته بعمل بيها تويلت. ده اول وظيفه الطفل بيعرفها. مش بنقولها في حضانه لانه المحتوى بيبقى كبير، مش عشان ما تنفعش، احنا لازم نقولها لاولادنا. ارجوكم اللي عنده ولد واللي عنده بنت لازم يدي الوعي ده ونقول الاسم الصح. لو كنا بنقول الاسم الغلط نقول له حبيبي احنا كنا بنقول اسم غلط، انا اكتشفت النهارده ان احنا في اسم صح للمكان ده ولازم نتعلمه. ولو للولد اسلمه اسمه الخاص بيه الاول بينس للولد، والبنت اقول لها انت عندك فالفا، وبعد ما تفهم الاسم بتاعها كويس كمان شهرين 3 كده اقول لها والولد عنده كذا او البنت عندها كذا. يعني بعلم الطفل عن جنسه الاول، انت كولد عندك بينس بتعمل بيه تويلت، انت كبنت عندك فالفا بتعملي بيها تويلت،
وكمان شهرين 3 لحد ما تشبع بس بالكونسبت بتاع جسمها، الولد بقى عنده كذا. الا لو البنت ممكن يسالك والولد عنده كده، اقول له لا الولد عنده بينس. ممكن الطفل فجاه يجي له السؤال هو عينيه شافت حاجه، مش حاجه غلط، ممكن يكون عدت مثلا شافت باباها بيعمل تويلت، عادي خلاص وارد يحصل ده. عدت مثلا في المدرسه شافت صاحبها وبيحصل ده بيحصل. فانا ما اتخضش من الموضوع ده. انا لا، مجرد ما بيسال وهو في سن حضانه ويقول طب وفلان الولد عنده كده، اقول لها لا الولد عنده شكل تاني اسمه بينس. في مرحله روضه السنه الجايه هياخدوا المحطه دي، محطه اجزاء الجسم بالشكل بتاعها. هو ايه الصوت ده؟ بسم السليم. خلاص حد هيفتح لهم ان شاء الله. بسم السليم هيفتح دلوقتي الجنريتور، ركزوا معايا. طيب بصوا كمان في الكورس المجاني اللي انتوا اللي هيجي لكم، الكورس المجاني اللي هيجي لكم هتلاقوا فيه صور. طب ليه صور؟ الصور دي مرسومه بالايد، ما تقلقوش بسم السليم، ما تقلقوش، ما تقلقيش معاهم حد، ما تقلقيش، لا ما تقلقيش، سيف قوي الران ده، ما تقلقيش. طيب ركزوا معايا عشان ما نضيعش. يعني موجود معاهم اصلا. ما تقلقوش، بيتصرفوا، بينزلوا اسانسير مانيوال، بينزلوه لحد تحت، واحنا الخدام بيبقوا موجودين، ما تقلقوش من اي حاجه. ما تقلقوش ركزوا بس معايا. طيب واصلا الولاد لسه ما نزلوش، اصلا ولادنا اصلا لسه قاعدين في المحطات، فما تقلقوش. طيب نرجع لموضوعنا. فكره تسميه الاماكن الخاصه جدا في الجسم زي ما قلت لكم، المهم ان زي النهارده لما اكدنا على كل ولد ان انت بوي ولد وان انت بنت جيرل، مهم ان احنا في البيت تكمله للموضوع ده اروح احكي معاه انت كولد عندك كذا وكذا وكذا وعندك البينس، وهقول لكم ايه كذا وكذا وازاي نتكلم عنه، وكمان انت كبنت عندك كذا وكذا وكذا وعندك الفالفا، وبنعمل بيها ايه يا جماعه؟ ايه الوظيفه؟ تويلت، دي الوظيفه الاساسيه للاماكن الخاصه جدا. بيجي حبيبي هو لانه ذكي جدا يقول لك ومن ورا بعمل الستول، اقول له صح، الورا اللي انت بتتكلم عنه البوتوم القاعده، بقول بوتوم بس لانه مش بيقدر ياخد 2 مفهوم. بوتوم بقعد بيها على الكرسي وفيها الفتحه الصغننه اللي ربنا حاططها لنا عشان نعمل منها ستول. شوف ربنا ازاي بيحمينا وربنا بيحبنا. ينفع نشرب ميه كتير او ناكل اكل كتير من غير ما نعمل تويلت؟ بطني هتوجعني، مش هقدر اكون بتنفس كويس، ممكن كمان احتاج لمستشفى. دي بركه ونعمه كبيره من ربنا. طيب مع ده وده اللي بنقوله النهارده، احنا النهارده بنتكلم على اللي انا هقوله دلوقتي، بنقول ان جسمنا بيتقسم اصلا 3 مناطق، ودي اكتر حاجه لقيناها يقدر يفهمها الطفل، وهتفهموا ليه. جسمنا بيتقسم لمناطق عامه ومناطق خاصه ومناطق خاصه جدا. المناطق العامه دي المناطق اللي بسلم بيها على الناس. ايه المناطق اللي بسلم بيها على الناس؟ ايدي واضحك بوشي. في حاجه ولا ايه؟ في حاجه؟ طيب ماشي يا بابا، ما هو ناس محبوسه، ماشي، ما هينزلوا دلوقتي، ماشي ما تقلقش. طيب المناطق العامه دي المناطق اللي بسلم بيها على الناس، اللي هي ايدي ووشي، خلاص. المناطق الخاصه دي المناطق اللي بتغطيها كل هدومي ده يخصني انا. ليه بنقول كده؟ لان المتحرش بيبدا بالبطن، بالظهر، بالكتف، بكل ما هو متغطي. مفيش متحرش بيبدا بالاماكن الخاصه جدا بقى اللي هي الاماكن اللي بيغطيها المايو. فلما اقول لابني وبنتي ان المناطق الخاصه هي كل اللي بيغطيها هدومك، هيكون يا حبيبي قادر يقول لا لما حد يلمسه على كتفه هو مش راضي. حتى بنقول لهم ايه؟ بنقول لهم انت ممكن تكون بتحب قوي لمسه ماما وحضن ماما وماما لما تعمل لك كده، بس ما تحبهاش من حد تاني، تبقى متضايق مش مبسوط. لما تكون متضايق ومش مبسوط من حد تاني تقول لا، دي كده بالنسبه لك لمسه مش مقبوله. ممكن تكون ريموندا مثلا بتبقى مبسوطه مثلا لما حد يعمل لها كده، ريموندا عادي مبسوط. ممكن بقى فلانه اسمك ايه مثلا سمر مش مبسوطه، فسمر تقول لا لو سمحت ما بحبش حد يعمل لي على كتفي، ولد او بنت. انا كده بوصل لهم ايه؟ بصوا ساعدوني لان مفيش مايك، فبلاش كلام في النص عشان ده بيأذيني اكتر، خلينا بس نتكلم عشان ما كانش من غير مايك. طيب ده بيخليني انا عندي كونسبت الحدود دي اللي احنا بندربهم عليها من دلوقتي بس بشكل غير مباشر. الحدود دي لينا احنا، مثلا ممكن تكون سمر بتحب حاجات انا مش بحبها، ريموندا مثلا بتحب حاجات فلان ما بيحبهاش، ده عادي. احنا ككبار مش عندنا الكونسبت ده اللي هو ما عادي، يعني كل الناس ممكن نشد شعرها. كمان البوس
اطفال صغيره يعني اي حد عايز يبوس وعايز اشكرك يا سمر صح؟ اشكرك. فكره البوس ده بقى، البوس بتاع الاطفال الصغيره، فكره يا جماعه انه الطفل مثلا ساعات بيحس ان هو عامل زي ايه؟ عامل زي العروسه اللعبه، اي حد رايح جاي بيعمل ايه؟ بيبوسه، وتعالى ابوسك، وبوس عمه يا حبيبي، وبوس خاله يا حبيبي، وبالعافيه، صح كده؟ ده الفكره دي بتخلي الطفل دايما حاسس انه انا مش ايه؟ ان انا ماليش حق ان انا ارفض. عشان كده لو سمحت ركزوا معايا، سيبوا اللي يشتغل ركزوا معايا. ده بيخلي الطفل اكتر حاسس ان انا ممكن اقول لا حتى لو انا مش مبسوط، عشان انا مش مبسوط ممكن اقول لا لو اللي قدامي ده عايز يحضني بالعافيه، بس في نفس الوقت بوصل له ايه؟ كونسبت الاحترام. انا مش بحضن، اقول لجده انا مش قادره احضنك بس ممكن ابوسك من بعيد، انا ممكن اعمل لك هارت من بعيد، انا ممكن باي لك من بعيد. فاهمين الفكره ازاي؟ وارجوكم ندوا الحريه دي لاولادنا، علشان ولادنا كل ما بنجبرهم ان هم يبوسوا عمه وخاله وجده وتيتا بنكسر جواهم حته اللا. انا مش عارف اقول ايه، مش عارف اقول لا. بس دايما اقول لهم بالرغم من الاماكن الخاصه زي مثلا كتفي، زي الحضن مثلا، يعني ممكن تقول او لا. الاماكن الخاصه جدا اللي هي بيغطيها المايو اللي اسمها بينس او فالفا دي مش مقبوله ابدا. مفيش حريه بقى في الموضوع، يعني مش مثلا تقول او لا، لا دي اوعى تقبلها، ممنوع تقبلها اصلا. ممنوع حد يقول لك هطبطب عليك على البوتوم او هطبطب عليك على البينس او على الفالفا، اوعى تقول محدش بيعمل كده ابدا. ده ماما لما بتعمل كده بتكون بتساعدك علشان تتشطف مثلا، علشان تاخد شاور، بس ده جده مثلا او جده لما يسيبك معاه لما بيساعدك كده. لكن لو حصل حاجه غير كده لا. لو انا خدتك عند الدكتور، لو ابننا مثلا ساعات بعد الشر بيحصل لهم شكل من اشكال الحساسيه في الاماكن دي، بنروح على الدكتور مع مين؟ مع بابا وماما، بيكونوا واقفين معايا وبيساعدني عشان اخف، لكن مش بيسلم عليا في المكان ده. المكان ده مش مخصص للحته دي. طيب نقول لمسه حلوه ولمسه وحشه؟ لا، الغوها من المعجم بتاعكم. مفيش حاجه اسمها لمسه وحشه ولمسه حلوه، في لمسه مقبوله ولمسه مش مقبوله. اللي مقبول زي ما قلت لكم انه ممكن تقبل خبط على الظهر مثلا، حد بيطبطب عليكم، وممكن ما تقبلهاش من حد تاني. واللمسات في الاماكن الخاصه جدا مش مقبوله خالص. لكن في حاجات مقبوله، بتحب حضن ماما، بيبقى جد وحشك بتحضنه، ممكن التيتشر بقالك شويه ما شفتهاش حضنتها، عادي انت قابل ده. لكن في احضان تانية برضو تكون حاسس انك مش مبسوط، قول لا. لو قلقان قول لا. خدوا بالكم هو بيكون عندهم منبه كده جواهم بس مش قادرين يقولوا، عشان احنا اديناهم املاءات. يعني في املاءات طالما عادي ومفيش حاجه في البينس او الفالفا خلاص لا. لو انت مش مبسوط قول ايه؟ قول لا انا مش متضايق. لا. طيب ليه لمسه وحشه دي مرفوضه؟ ما ينفعش ان احنا نقولها علشان بيوصل للطفل ان جسمي انا اللي ايه؟ اللي وحش. اشكرك. فبيحس انه انا اللي فيا مشكله مش اللمسه نفسها. وعلى فكره ده ضد الفكر بتاعنا. احنا ربنا خلقنا بلا عيب، لكن احنا بحريتنا بنعمل ايه؟ سلوكيات عيب، صح كده؟ لكن احنا في اصلنا، في اصل جسمنا ايه؟ بلا عيب. ربنا خلقنا بلا خطيه، بلا عيب كده، فناش غلطه. بحريه الانسان عمل غلطات، عشان كده في سلوكيات عيب، لكن جوه الجسم مفيش حاجه عيب. بالاضافه لكده هدف التربيه الجنسيه انها تربيه نفسيه بالدرجه الاولى، وتخلي ابننا عنده اتجاه صحي ناحيه نفسه والجنس الاخر وناحيه فكره الجواز يا جماعه. فانا لما اقفله من فكره سوري يعني البوسه الخاصه المقدسه واقول له ده عيب وقرف واقفله، طب هيكبر عنده كونسبت ناحيه الجواز ازاي؟ ايه القرف ده؟ ايه الحضن المقرف ده؟ فاهمين الفكره ازاي؟ لكن لازم اقول له ده مش مقبول ليا لان انا صغير، مش مقبول ليا لان ده مش تابع لفكري. بصوا على فكره يعني احنا لازم نكون مؤهلين انه يحصل كده عادي، ولازم نكون قايلين لاولادنا على فكره، ربنا يحمي اولادنا. بس مثلا انا فاهمه بنتي انا ممكن يكون في اسانسير والاسانسير يقف بينا ونقف وقت فيه كتمه ومش حاسين ان فيه هوا، وده ممكن يحصل عادي والمشكله هتتحل اكيد. لازم نكون مؤهلين لاي كارثه، ده طبيعي انه يحصل. فاحنا بلاش نتخض قوي. انا اشتغلت على نفسي كأم لان انا كنت بتخض قوي، والخضه دي بتوصل لبنتي. يعني لو لقيت صرصار بيطير معدي انا ممكن اهد الدنيا عليا، بس انا بقيت اشتغل على نفسي عشان ده ما يوصلش لولادي. فاحنا لازم نكون مؤهلين. خلاص في حاجات بتحصل حوالينا، اهم حاجه ان انا ازاي اعدي ايه الموضوع ده على خير. خلاص فانا مقدره جدا القلق والرعب اللي احنا فيه، بس نكون مؤهلين ودايما مع ولادنا مش بنرعبهم، بس من ضمن كلامنا معاهم كاننا بنعمل سكتش. تعالى نتخيل مع بعض
لو احنا في اسانسير والدنيا وقفت فجاه، احنا هيحصل ايه؟ لو قعدنا نخبط كتير هنقطع النفس من المكان، ما هنشفط الاكسجين من الخض. لا، ده احنا هنهدى وناخد نفس بطيء وهنطمن وهنخبط بهدوء على الباب. لكن الخبط ده مثلا بيخلي الناس تنهك كتير والاكسجين نعم. شكرا، كويس ان انت فكرتيني ان احنا ناخد نفس وان احنا بهدوء ونخبط كده بهدوء، علشان ازاي ان احنا نخلي الناس توعى ان احنا محبوسين، وفي نفس الوقت ما نشفطش الاكسجين كله لانه مهم لينا، بنقسم الاكسجين علينا، نكون مؤهلين نتكلم مع ده. فاكرين مثلا ان ربنا يحمينا ساعه الزلازل، مش قعدنا نعمل توعيه عن الزلازل ونسيناها بقى بعد ما خلص؟ لا، لازم نكون عارفين ايه الكوارث اللي بتحصل حوالينا وازاي ان احنا نكفر الموضوع ده ونعديه بسلام، لان ساعات رد فعلنا الغلط هو اللي بيضيع الدنيا، لكن لو احنا كان رد فعلنا صح الدنيا تمشي بسلام. تعالوا نرجع لموضوعنا تاني. يبقى احنا اتفقنا انه احنا جسمنا بيتقسم ل3 مناطق، مناطق عامه ومناطق خاصه ومناطق خاصه جدا. المناطق العامه دي اللي ايه؟ اللي بسلم بيها على الناس، وساعات بنضحك مع نقول لهم ينفع اسلم على الناس ببطني؟ يضحك. ينفع اسلم على الناس بظهري؟ يضحك. لا ما اسلمش. ينفع اسلم على الناس برجلي؟ يقول لي ينفع، اصل رامز مش عارفه مين اللي هو البرنامج اللي بيشوفوه ده بيسلم برجله. لا، ده حاجه كده عارضه، يعني الطبيعي ايه؟ طبيعي ان انا بسلم على الناس كده وبضحك كده، بس ده الطبيعي. طب شعري، بصوا بقى السويس، شعري ده المكان الخاص ولا المكان العام؟ واحنا بنسلم على الناس بشعرنا؟ لا، ده يخصني. فانا مثلا لو بحب ماما وهي بتقعد تطبطب على شعري ده براحتي، ما بحبش اقول مش بحب. لو ميس في ده احنا حتى هنا كمسات الطفل اللي مش قابل كده، مش قابل خبطه كتف، مش قابل حضن، احنا بنعلم نفسنا لا، احنا نفسنا ما بقناش ناخد العيال على حجرنا، لا خلاص انت براحتك. وخصوصا حته احنا هنا ما بقيناش حتى في التوعيه ما بيننا بنقول للمسات وبنقول ما بيننا وما بين بعض ما نحطش طفل على رجلينا، بنعلمه تقعد جنبي، عشان هم حتى لو جم يتكلموا معاكم الميس ما بقتش تحطني على رجليها، احنا بقينا نعمل كده مع بعض عشان اعلمك حبيبي ان انت ليك مكان، مش اي حد ياخدك على رجله كده، انت مش لعبه. ممكن بابا وماما بيدلعوك، ما هو طبعا في دلع مع بابا وماما في البيت، بس مش اي حد. احنا بنشوف الكوارث بتيجي من النقطه دي، السواق في العربيه وليه؟ لانه طفل، فانت متعود تتحط على رجل الناس. لا، طالما في مكان موجود هتقعد عليه خلاص. طيب دي من ضمن الحاجات المهمه اللي احنا في حكاوينا مع ولادنا، وبنعمه ربنا لما يخشوا روضه هياخدوا الكونسبت ده، الكونسبت بتاع تسميه الاماكن الخاصه جدا في الجسم وازاي بنوصل لها. والنهارده في السكتش بنأكد على اللمسه المقبوله واللي مش مقبوله، بنأكد على تقسيمه الجسم انه اماكن عامه وخاصه وخاصه جدا. في حاجات تانية بقى زي فكره الحدود، الدوائر اللي معاكم دي اللي هي الملونه دي احنا عاملين منها حكايه جوه الفصل، مش مقدمينها بالشكل ده، بس من خلال حكايه اتعلموا حاجات، لكن التفاصيل دي لازم تكون في ذهننا، وممكن احنا واحده واحده برضو مع الولاد لحد ما يدخلوا روضه وياخدوها معانا الدوائر دي بشكلها كده، نعلمها واحده واحده. هي الدوائر دي بتقول ايه؟ بتقول انه انا موجود اللي هي المي انا، وبعدين في بعديه العيله، وبعد العيله بنبعد شويه الصحاب، وبعد الصحاب بنبعد شويه موجود مين؟ موجود مين مركز؟ نعم، الناس اللي اعرفهم. مين الناس اللي اعرفهم؟ نعم، بعدين الناس اللي بتساعدهم. الناس اللي اعرفهم دول مين؟ صاحب بابا، صاحب ماما، الجيران وانا طالع على السلم. الناس دي ممكن نكون بنشوفها كل يوم، الجيران دول بشوفهم كل يوم، بس مش معنى بشوفهم كل يوم يقولوا تعالى اقعد عندي شويه خش، لا، احنا نعرفهم، بس انا مش بسمع كلام حد الا لما بابا يكون قايل لي. لو لقيت صاحب بابا في الشارع اقول له تعالى اوصلك، بابا ما قاليش. صاحبه ماما اللي انا عارفاها قالت لي تعالي اوديكي مش عارفه فين، ماما ما قالتليش اقول كده، طالما بابا ما قاليش وماما ما قالتليش حتى لو انا اعرفهم اقول لا، بابا بيتفق معايا، ماما بتتفق معايا. وده يجي من حته ايه يا جماعه؟ ان انا اصلا متعود ايه؟ ان انا بتفق معاك، صح كده؟ بعدين الناس اللي بتساعدنا في المجتمع، مين اللي بيساعدونا دول؟ المدرسين، الضباط، الدكاتره، عامل النظافه، حارس العقار، سوبر ماركت. احنا كخدام وخدمات احنا نتحط في الدايره دي. بصوا احنا فين؟ عشان احنا ساعات احنا كأمهات دايما عايزين نوصل للطفل ان الخادمه زي بدل ماما، طبعا هي بدل ماما وحب ماما كل حاجه، بس هي الفكره مش بالكونسبت ده، احنا عايزين نفهمك فكره الحدود علشان انت تبقى مفرق ان الخادمه هي ليها مهمه، بتعلمك، بتديك دروس معينه في مدارس الاحد، بتديك تنميه مهارات بشكل معين، بس مش زي ماما، مش زي بابا، لا مش زيه. فاهمين الفكره ازاي؟ بصوا الدوائر، المدرس والمدرسه في المدرسه، السواق اللي بيوديني للمدرسه، كل واحد بيعمل
وظيفته مهمته في المجتمع. عشان كده اسمهم اللي بيساعدونا في المجتمع، بيقدموا لي الميشن المهمه نفسها. بسمع كلامه جوه المهمه، اب اعترافي بعترف عنده بس ايه ده اوصل لكده؟ لا مفيش حد منزه عن الخطأ يا جماعه. لازم اوعي ابني بالشكل ده. حتى من المؤسسات المصريه المعترف بيها للحمايه من التحرش مؤسسه سيف في الكتاب بتاعها عامله في الاخر كده مين اللي ممكن يلمسني لمسه مش مقبوله. ناس كتير قوي 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 حاطين شيخ وقسيس عادي. لازم كلنا نعرف لا يوجد احد منزه عن الخطا. انا مش بخوف عيالي، انا مش بقول لكم روحوا خوفوهم ابدا، ولا نرعب نفسنا. انا بديك الوعي الصحيح، الوعي الصحي، انك تبقى فاهم انك عارف حدودك فين، وكل دايره دي بتتعامل معاها ازاي، وايه الشكل اللي بتتعامل بيه، وايه الطريقه اللي بتسلم بيها. بعدين ايه؟ بعد الناس اللي بيساعدونا في المجتمع، بعدها ايه؟ الناس اللي ما اعرفهمش خلاص، الاغراب اللي ماشيين في الشارع دول انا ما اعرفهمش اكيد، يعني مش هروح احضنهم ولا اجري معاهم ولا ابوسهم، السترينجرز يعني. خلاص فاهمين؟ وارجوكم واحنا بنحكي دروس مدارس الاحد وبنحكي عن مساعده يعني احنا في البيت، احنا في الخدمه عارفين نعمل ده بنعمه ربنا. قولي لي مثلا. نعم. حاضر. انا ونص بالظبط يعني، صح كده؟ طب ده في الاخر كان يبقى الا 5 كده او 10 دقايق. حاضر. احنا بنعمه ربنا بناخد بالنا من ده في الخدمه، بس خلونا برضو ناكد في البيوت واحنا بنحكي عن حاجات مدارس الاحد ومساعده الناس ومش عارفه ايه. لازم اديهم التنبيه المهاري، انه مثلا سمير الصالح ساعد حد غريب، بس انا مش مطلوب مني ان انا اساعد اي حد غريب في الشارع، مش مطلوب مني اعمل ده. ليه؟ لانه انا لازم اكون مع بابا وماما واسال بابا وماما. وانا لو لوحدي بقيت في سن مثلا تسمحوا لي فيه امشي في الشارع، مش اي حد يقول لك تعالى يا ابني ساعدني، لا انا كده بخلي ابني مش فاهم حاجه في المجتمع. لازم اديله الوعي، هو ممكن يكون بيضحك عليا، انا بساعد من خلال الكنيسه، انا بساعد من خلال ارشاد بابا وماما. اي حاجه بقى بنتكلم فيها ببعد روحي في بيوتنا نكون واخدين من الحته دي، لان الولاد بيعمموا. يعني انت قلت لي كده انا هروح بقى مش انت قلت لي اساعد بقى، وبتتخطف العيال على حس الحوارات دي، ربنا يحميهم. فاحنا لازم ناخد بالنا من الحاجات دي. كل اللي انا بقوله بصوا محتوى كبير، بقالنا يعتبر ساعه بنحكي. هل كل ده كنا ينفع نحكي للولاد؟ لا، الولاد ما بتركزش اكتر من 10 دقايق كده، 15 دقيقه لما يكون كتر خيركم يعني جابوا علينا يعني. فعشان كده احنا المحتوى اللي بنقدمه لايق جدا على سن الولاد النهارده، لكن احنا مهمتنا ناحيتكم في خدمه الاباء والامهات النهارده ان انتوا تعرفوا ايه اللي مهم نقدمه بشكل كامل في خلال حواراتنا مع ولادنا، يعني بناخد وندي كده بشكل يومي. هتلاقوا كمان فكره النظافه، ودي بنقولها انه ازاي جسمي لازم يكون نظيف، لان جسمي زي هيكل الكنيسه، هيكل الكنيسه دايما ريحته حلوه ونظيف وجميل وامور، فانا جسمي زي هيكل الكنيسه. هتلاقوا كمان فكره الحدود، وبنعمل سكتش وترنيمه، مش مشكله عادي، بنعمل سكتش وترنيمه عن الموضوع ده. دي كلها حاجات بتتقدم باشكال بسيطه جوه الهدفين الرئيسيين في اليوم النهارده. خلاص احنا كده خلصنا. حد عنده اسئله بسرعه كده؟ اتفضل. ايه هو السن المناسب ده نتكلم فيه الاطفال عن الحاجات دي؟ السن المناسب من اول النهارده، يعني عشان كده انا بقوله النهارده. يعني احنا النهارده ممكن اول حاجه نقولها مع الولاد نتمم على الحدود والاماكن العامه والخاصه جدا. لا يعني انا قصدي السن المناسب يعني 5 سنين 6 سنين 3 سنين. لا ما هو من اول السن اللي احنا بنخدمه في حضانه، يعني من اول 3 سنين بنقول للولاد. انا عايزه اقول لك ان قبل ال3 سنين كمان، ده الطفل وهو بيبي وانا مثلا بقول له فين عينه وفين رجله وفين ايده وكده، اقول له والبينس، عشان ياخد الموضوع بشكل عادي. فاهم قصدي ايه؟ ومع الوقت لما اسلمه انه زي ما جسمي بيتقسم اماكن عامه وخاصه جدا، الكلام على المناطق دي خاص جدا، مش هينفع احكي فيه مع صحابي ولا اضحك عليه، انا كاني بضحك على هيكل الكنيسه، فالكلام عليها خاص جدا. فانت شبعان بانه ده عادي. الاطفال بتتعلم ده وهم لسه بيبي، بيكون عارف دي ايدي وعيني ورجلي وبقي وبينس عادي، مفيش حاجه غلط عندي. فاهم قصدي؟ وبالتدرج بقى، يعني كل اللي انا قلته ده يعني بيمشي بالتدرج. يعني على 6 سنين لازم نكون مقفلين كل الافكار اللي انا قلتها دي، بس ازاي؟ بان انا وبابا كده باخد ودي لحد ما اقفل كل الافكار دي. سؤال مهم جدا. ايه كمان؟ مين يحب يسال؟ اتفضلي يا مريم. الولاد بقى مع بعض، اخوات ولد او بنت مع بعض، او مثلا ولاد معاه، يعني علاقتهم بتبقى عامله ازاي؟ يعني هم طبعا براءه الاطفال. اشكرك، سؤال مهم قوي. بصي
علاقه عاديه جدا ويلعبوا وينبسطوا وكل حاجه، بس مفيش اطفال صغيره ينفع تبقى لوحدها ابدا، ولا سيكه كده، مش هقول لك لحيظه من الزمن ما يتسابوش. ليه؟ زي ما انت قلتي بالظبط مارين، ان هم الاطفال دي حبها للاكتشاف عالي جدا، فاحنا مش عشان احنا مش مأمنينهم، لا دول ولادنا ومتربيين كويس، بس افكارهم عاليه قوي، اعلى من اننا نتصور، فاحنا علينا لازم عليهم. مفيش حاجه اسمها انا قاعده مع اختي وسايباهم يلعبوا في الاوضه، لا، انا واختي معاهم في الاوضه في وسطهم كده بيلعبوا حوالينا، هيلعبوا في الاوضه اللي جنبنا فاتحين الباب، قواعد عاديه في البيت، احنا فاتحين الباب واحنا بنلعب حوالينا، مفيش حاجه اسمها قافلين الاوضه، لا احنا على راسنا، بس ما احنا القواعد بتاعتنا في البيت ان احنا دايما ايه مع بعض مع بعضنا، فما بنسيبش العيال لبعض. مش عايزه اخوفكم، بس انا اعرف ناس متربيين بجد سكر قوي، بس الافكار عاليه، دخلوا دولاب وقفلوا على نفسهم بحجه الاستغمايه وقلعوا البنطلونات مع بعض وعندهم 4 سنين، بس عشان يشوفوا بالكونسبت بتاعهم، هم مش فاهمين عندهم ايه، بس هو بيقول يا حبيبي كده، حتى انت عندك زلومه زي ما انا عندي زلومه، الولد بيقول لصاحبه الى اخو الى ابن خالته كده، بص انا عندي زلومه، انت عندك زلومه، هو مش فاهم بقى ان اسمه بينس وشكله كده وربنا خلقه بالشكل ده، هو ده الكونسبت اللي جاله، فهو الكونسبت اللي جاله بالشكل ده، فعايز ايه يطبقه على ابن خالته، فاستخبوا في الدولاب وحبوا يشوفوا يعني يكتشفوا. فاحنا لازم ناخد بالنا ان هم فكرهم عالي، ده مش معناه ان هم مش متربيين، العيال متربيه كويس جدا واحنا عاملين مجهود عالي قوي، بس الفكره فكره استكشاف. هسمعك بس حد كان مره رافع ايده، اتفضلي. انت يا مارينا صح؟ انا بنتي عندها 3 سنين بس هي عندها كونسبت عالي. هي بتتعلم جزء تاني، ما ينفعش اي حد يتعلم غير ماشي، انا مش قادره اقنعها انه اي حد ينفع ينفع. طب هي مش راضيه بتعمل على نفسها، بالنسبه لها اسهل. يعني هي رافضه اصلا ناني ورافضه الناس ورافضه كل حاجه. وانا مش راضيه اخسر برضو دي انه مش عايزه. لا انت بصي في البيت قولي لها انت صح مش مقبول، حاولي بس تلغي عيب دي، مش مقبول، بس في ناس انا اسمح لهم عشان ماما مش موجوده، انا اسمح للناني، اسمح لتيتا عشان انا مش موجود، دول بس. وممكن تعملي زي الدوائر اللي موجوده عندك دي بس على مستواها، دي مثلا لولو ولولو، مين اللي مسموح يتحط، ماما حاطه مين في الدايره دي، تيتا والناني، طالما ماما مش موجوده، يعني لو ماما وتيتا موجودين لا ماما هتقوم مع لولو وتخش التويلت، مش هقول يا تيتا قومي، لكن لو ماما مش موجوده ماما بتسمح، واحده واحده كده، طالما انت عندك يعني عندك المرونه في الموضوع ده، واحده واحده ما تخسبيهاش، بس خدي ودي واحده واحده. اسمعك اتفضلي. لو وصلنا لمرحله بدانا وريني بطنك، تعالى نرفع الهدوم، هو وابن خالته برضه، ده برضو ده اكتشاف عادي، هنقول حبيبي ده مش مقبول وجسمنا خاص بينا، ونتكلم على اللي انا قلته، ولازم اوري شكل الجسم بقى، اقول له بص جسمنا، لان عشان كده في من الكورس اللي انا بعته لكم هتلاقوا فيه صورتين، ودايما بقول لاولادنا الصورتين دول مرسومين بالقلم الرصاص، دي مش ناس حقيقيه، ما ينفعش اشوف جسم حد، بس انا ممكن اكون نفسي اعرف، والكنيسه حبيبتنا مامتنا عشان عارفه ان احنا عايزين نتعلم بتجيب لنا صور نتعلم منها، صور مرسومه بالايد، حتى في الساينس ما نشوفش جسم حد، لما بيكبروا بنقول لهم كده بالساينس ما بنشوفش جسم حد، حتى بيسموها حرمه الجسد، لكن بتبقى حاجات ايه مرسومه بالايد، فاحنا كده بنشوف الرسم بتاع الجسم مرسوم بالايد. عايز تعرف ايه قولي، عايز تكتشف ايه وانا اقول لك، بصي لما يحس ان ماما بحر الاستكشاف، بحر ان انا اتعلم، مش هعمل كده بقى هجيلك، فما تقلقيش، يعني دي مش مرحله صعبه اصلا، دي مش حاجه، دي بس هو عايز ايه، هو عايز يكتشف خلاص. وعشان الوقت بس هستأذنك ممكن اخد سؤالين تاني بس عشان الوقت، ماشي؟ طب 1 2 اتفضل. لو سمحتي دلوقتي لو بابا وماما بيتفرجوا على التلفزيون ويشافوا مثلا مشهد كده، هل انا مطالب ان انا اشرح للطفل ان ده مثلا حاجه مقدسه او حاجه عيب وهو هيستوعب، ولا المفروض ان انا احول القناعه على طول؟ اشكرك، سؤال مهم قوي. لو مشهد فيه بوسه مثلا من البق، اصلا البوسه للاسف من البق دي موجوده في الكرتون اساسا يعني، فهنعمل ايه؟ اولا احنا نحول بشكل غير مباشر، لان مش لازم طبعا الطفل يتوغل في هذه المشاهد، فلازم نحول بشكل غير مباشر. رقم 2 اصلا الاطفال لانها بتتفرج على الكرتون لازم افهم ان البوسه من البق دي بوسه خاصه ومقدسه ما بين المتجوزين، مش مسموح حد يشوفها او يلمس، مش مسموح اعملها مع حد. طب لو انا عملتها بتنقل امراض، ممكن يجي لي مرض وانا انقل مرض لحد، مش مقبوله. طب ما انت وبابا تنقلوا امراض لبعض، لو عنده عصف ذهني بيكبروا يكون عندهم عصف ذهني، لا احنا قبل ما نتجوز عاملين كشف تبع الكنيسه، متاكدين ان مفيش امراض بتتنقل ما بيننا، عشان كده دي خاصه ومقدسه ما بيننا. طب بصوا بعض قدامي، بقول لكم العصف الذهني اللي انا كله قابلته مش هينفع لان دي خاصه ومقدسه بينا، بس انا قدامك
انا وبابا بنبوس بعض هنا وبنبوس بعض هنا وبنبوس بعض هنا وبنبوس بعض هنا، دي علامات التعبير عن الحب اللي مهمه في البيت، دي مهمه في التربيه الجنسيه. خلاص لازم اوصل الكونسبت ده. وطبعا لما الاقي مشهد مش مقبول احوله. مشاهد الكرتون هي موجوده في الكرتون بس بفهمه هم عملوا كده لان هم اتجوزوا، بس ده مش مسموح يتعرض في التلفزيون لان ده خاص، فمش معنى ان هم عملوا حاجه كده يبقى ده صح، لا ده مش مقبول، مش مقبول بالنسبه لنا. الناس حره بتختار حاجات صح او حاجات غلط، هم اختاروا الغلط، مش ضروري ان انا كمان اختار الغلط، انا بختار الصح عشان انا اقرب من ربنا، واللي بيختار الغلط بيبعد عن ربنا. تمام. اخر سؤال بقى اتفضل. في دور استكشاف الاطفال لنفسهم اخش الاقي بيستكشفوا جسمهم. اشكرك. تعاملي ازاي مع ميرسي على السؤال المهم ده، ميرسي قوي. الولاد وهم بيكتشفوا جسمهم، لما اخش مثلا الاوضه والاقيه بيبص على جسمه، اقول له حبيبي انت عايز تكتشف حاجه في جسمك، عندك سؤال تحب اساله لك؟ مش انا قلت لك انا ده بينس ودي فالفا وهكذا، دي اماكن خاصه جدا ومقدسه. يلا طب نلبس بسرعه عشان ما نبردش، يلا علشان ما نسقعش، يلا عشان ما يجيلناش برد، بس كده بشكل بسيط خالص علشان ما يكونش رد الفعل شديد ويفهم ان في حاجه غلط. لا جسمه مقدس، وزي تعبيرات تيتا زمان، افتكر تيتا زمان تقول ايه؟ جسمه بيوحشه. فهو فعلا كونسبت في التربيه الجنسيه، هو عايز يبص على جسمه، فما فيش مشكله. زي الولاد اللي بتسرح في جسمها وهي بتاخد شاور، الرد فعل بسيط ومقدس جدا. ممكن اسمعك في الاخر بقى، ده هيفرق معاك. خلاص ميرسي ليكم جدا. تعالي طيب ممكن بنشكر مصر منده على التوضيح ان هي تكون فعلا بحاجه مقدسه، ولازم نبقى فاهمين كده بابا وماما ان احنا ما نصدش ولادنا وما نقولهمش